الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. أما بعد، مع آية عظيمة من آيات الله جل وعلا، ومع آية آل عمران قول الله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هذه الآية العظيمة التي يتحدث الله جل وعلا فيها عن المسارعة إليه والمسابقة إليه جل وعلا، وإن المسارعة إليه سبحانه والاستباق إلى الله جل وعلا أمر الله جل وعلا به في كتابه في عدة آيات، وهذه آية من جملة الآيات. يقول الله جل وعلا في آيات أخرى: فاستبقوا الخيرات والسابقون السابقون ففروا إلى الله. هكذا أمر الله جل وعلا في شأن الآخرة بالمسارعة والمسابقة إليه جل وعلا. أما في شأن الدنيا فقال الله جل وعلا: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. حث النبي عليه الصلاة والسلام في سنته عن المسارعة إليه جل وعلا والمسابقة إليه سبحانه، فقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة: بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم. فقال: بادروا بالأعمال الصالحة. وقد ثبت عن ابن عباس كما روى الحاكم في مستدركه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل وهو يعظه: اغتنم 5 قبل 5، فراغك قبل شغلك، وصحتك قبل مرضك، وحياتك قبل مماتك، وغناك قبل فقرك. هكذا يرشد النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل أن يسارع إلى الله جل وعلا وأن يسارع إليه سبحانه. وإن المتأمل في هذه الآية العظيمة أن الله جل وعلا ذكر المسارعة فقال: وسارعوا إلى مغفرة. فإن الاستباق إلى الله جل وعلا أمر مطلوب للعبد أن يسارع إليه سبحانه، أمر مطلوب من العبد أن يسارع إلى الله جل وعلا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه كما روى مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: التؤدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة. التؤدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة، فإن الإنسان يسارع إلى الله جل وعلا فيها. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة، قال: فصادف ذلك مالا عندي، فقلت اليوم أسبق أبا بكر، فذهبت فجئت بنصف مالي وأتيت به إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فإذا بأبي بكر يأتي بماله كله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك لعمر: يا عمر، وماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم مثله. أما أبو بكر فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. تركت لهم الله ورسوله. هكذا. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: لا أسبقك إلى خير أبدا. عمر رضي الله عنه وأرضاه يروي حديثا آخر قال: مر النبي عليه الصلاة والسلام وأنا معه وأبو بكر على عبد الله بن مسعود، قال: فسمع النبي صلى الله عليه وسلم قراءة عبد الله بن مسعود، قال: ثم ركع عبد الله ثم سجد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: سل تعطه. ثم قال صلى الله عليه وسلم وهو ماض، قال: من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد، أي يقصد بقراءة عبد الله بن مسعود. ثم ما لبث عمر إلا قال: فأدلجت، أي ذهب في الليل إلى بيت عبد الله بن مسعود فطرق الباب فقال: ماذا جاء بك في هذه الساعة؟ قال: أتيت لأبشرك بما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيك، فإذا بعبد الله بن مسعود يقول: قد سبقك أبو بكر. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: إن يفعل فإنه سابق بالخيرات. هكذا كان الصحابة الكرام، هكذا أرشدنا الله جل وعلا في كتابه أن نستبق إليه سبحانه. وإن العبد إذا تباطأ وإذا تأخر فذلك نذير شؤم على العبد، ولا يزال العبد يتأخر حتى يؤخره الله جل وعلا. فأسأل المولى جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح
وأن يجعلنا عاملين هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.